مقبول وغير معقول ساعتها بطبيعة الموضوع سيد رئيس الحكومة الموضوع لا السيد رئيس الموضوع الناس اليوم تكلموا على الاسباب السياسيه ما تكلمش معاهم على الموضوع الله يخليك كتكلم مع رئيس حكومه وكيعرف اش كيقول وعنده وقت ديالو تحكم في الوقت الا كان عندك في الدستور كتعلمني الموضوع قولها لي السيد رئيس انا مرتبط بالقانون الداخلي الله يجزيك بخير ما عندكش الحق باش تتكلم معايا عندك لا اسمح لي رئيس الحكومه عندي الحق فقط انا اللي كنسال لا اسمح لي اسف الكيران انا الذي اسير الجلسه ومن حقي وعندي الفصل في القانون الداخلي وفي الدستور العفو هذا كلام لا يليق بك يا رئيس الحكومه هذا هو هذا الكلام لا يليق برئيس الحكومه العفو عفو سيد رئيس راك عزيز علينا يا سيدي انت في محلك احترموك الله يخليك احترم نفسك كذاك الاستاذ تفضل تابع ولهذا التشويش لا اسف عطاش ما تقدر ايوه لولا الهدوء لا تنضافوا للجهات التي تشوش على هذه الحكومة فقد كثرت سيدي المستشار المحترم سيدي المستشار المحترم ارجع سيدي الهدوء من فضلكم تفضلوا يا سيد الكرام سيد الرئيس هاكاك تفضلوا حتى نعرف راسي واش عندي الحريه ديال الكلام ولا ما عنديش الا ما عنديش بلاش هذه صافي تفضل نعم ماشي شغالك انت ماشي شغالك تكلمتي على شنو ما بغيتي الله يخليكم هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين سي اللبار لا غنتكلم ولكن الا قاطعني شي واحد راه باينهم غير راسو سيد الرئيس لا هادشي اللي كاين سيد الرئيس تفضل كل الامور واضحه سيد الرئيس انا ماشي حيط قصير سيد الرئيس لست حائطا قصيرا يا سيدي تفضل وانت رجل نحترمك ونقدرك يا سيدي تفضل يجب ان تقدرنا ماشي شغالك السيد الرئيس تفضل ماشي شغالك انا عندي الحق نتكلم ولا خرجت على الدستور نبهني اللي الرابط بيني وبين الدستور سيد الرئيس هكذاك والو انا محتاج كاع نتكلم ما نحتاجش نتكلم الا كان من الضروري يسكت يمكن لي يسكت هذه الحكومه كيساندها الشعب الا تكلمات وكيساندها الشعب الا سكتت الله يخليكم نعم وقد واجهت بعضكم بالصمت وغلب الصمت الكلام الفاحش سيد الرئيس وغلب الصمت الكلام الفاسد وغلب الصمت غلب الشتم وغلب السب وغلب كل كلمات السيئه سيد الرئيس تفضل باش تكون على راحتك السيد الرئيس ولا تنضاف للجهات المشوشه فلا يليق بك وقد كثرت وقد كثرت سيد الرئيس وقد كثرت سيد الرئيس انا عارف راسي الا انا رئيس حكومه وعندي الحق نتكلم نجي لهذه الغرفه ولا ما عنديش الحق نتكلم قولها لي يا سيدي الرئيس تفضل عبد الله يهديك هذا هو حتى تكون الامور واضحه باش لا والو تابع لا يشوشوا علي تابع وانا ما محتاج نتكلم الشعب يعرفني ويعرف خصومي الشعب يعرفني ويعرف من يواجهني الشعب يعرفني ولا يحتاج ان اتكلم يعرفني وكلامي قد سمعه من قبل وقد آمن به وقد صوت بسببه واعطى المرتبه الاولى للحزب ديالي واعطاني جلاله الملك رئاسه الحكومه وقوه الحكومه ما نحتاجش نتكلم هذا هو تفضل ولا ما بغيتيوش هذا الشيء وبغيتيو انتخابات سابقه الاوليات تفضلوا حنا موجودين تفضل يا الله من غدا الله يخليكم واش تيسحب لكم هذه الله يخليكم المغرب هذا هدوء انت هدوء تخلعوني انا ما تخلعونيش هكذا رد لي السيد رئيس التوقيت ديالي الله يجزيك بخير كيفاش رد لي التوقيت ديالي ملي قاطعتيني سيد الرئيس ملي قاطعتيني انا ارجوك الهدوء والله ما نتكلم ولا تكلمت الا ما رديتيش لي التوقيت ديالي الوقت اللي قاطعتيني فعلا الله يخليكم ما محتاج تتكلم سنعود الله يخليكم ما محتاج لي التوقيت ديالي 21 دقيقه دعونا نعود الى بدايه سيد الرئيس 21 دقيقه سيد الرئيس خلينا نتكلم سيد الرئيس لا ترد لي التوقيت ديالي سيد الرئيس دقيقه خليني ليسي ما بلاص يا امو لا اسمح لي لا
سيد الرئيس محليه سيد الرئيس الا كان عندك الحق تقاطع رئيس الحكومه سنعود الى الله يخليكم سنعود الى بدايه الشوط الاخير بتوقيته المنتظر، وارجوكم شيء من الهدوء حتى نتمم هذه الجلسه الرائعه في جو يسود الاحترام المتبادل وروح المسؤوليه، وان نعطي مثل كذلك لمن ينظرون الينا عبر الشاشه في هذا الوقت الصعب جدا. وبالتالي ارجوكم سيد الرئيس عودوا الى وعيكم ولكم كلمه. لا من اللي ترد لي التوقيت ديالي. لا اتفقنا، غادي نرجعوا ما كاين مشكل سيد الرئيس. تاع الكلام تفضل. انت رئيس الحكومه دير اللي بغيتي يا سيدي. راه والله العظيم. تفضل.